مش انا قلت لكم من البدايه ان شاء الله تعجبكم باذن الله. الفيديوهات اللي جايه هتكون احسن واحسن، وباذن الله عايزه تشجيع منكم كده انتوا تقفوا معايا. هتكون قناتي فيها كل حاجه حلوه وكل حاجه جديده، وهوريكم شيرين بقى بشكل جديد ان شاء الله. وهعمل لكم روتينات كتيره من على السطح. واول روتيني كان الخبيز، النهارده كنت بعمل الرقاق دهوت. مش عايزه اقول لكم اللي هيشوفه وهيدوقه والله العظيم ما هينسى طعمه، انه معمول طبعا بسمنه ولبن. شيرين انت عجناه؟ ايوه عجناه يا جماعه، بس دي المقدمه بس عشان اوريكم إن الفيديو جميل قوي قوي قوي. هوريكم يومي بدأ ازاي وانتهى ازاي، وانتهى بالخبيز الجميل ده. هو والله العظيم هيعجبكم قوي. بس حطوا اللايك. طبعا انا جيت بقى من السوق يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. بوريكم اهوت، رحت السوق وجيت جبت حاجتي زي ما انتم شايفين كده. البطاطس الكيلو وربع ب10. تمام. وجبت كوبايتين زبادي وفانيليا وبودر وكده عشان كنت عايزه اعمل صينيه كيكه. في الاخر رجعت في كلامي لقيت عندي شويه لبن. قلت احط عليهم كوبايتين الزبادي واعجن لي كيلو رقاق كده نتغدى بيه. وخصوصا ان احنا الغدا بتاعنا النهارده فضلة خيركم يعني. نعمة وفضل من عند الله، ربنا يديمها علينا يا رب. ان هو يعني بتنجان وبطاطس و... وجبنه بطماطم. بصوا يعني حاجات حلوه قوي والله تعجبكم. تحبيشه حلو. وبعد كده ده يا شيري، ده بقى الفطار بتاعي يا جماعه. ده كان الفطار بتاعي انا ومين؟ انا ونور. فطاري انا ونور. نور بتشرب شاي؟ لا، ابو احمد يا جماعه، هو كوبايه وانا كوبايه. تمام كده. وده كان فطاري. انا وريتكم يومي مشي ازاي. على فكره كنت بغني على فكره هنا: يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. ما اعرفش هي خطرت في بالي كده، بس انا قلت اغنيها معاكم. شيرين انتوا بتصب الشاي قبل البيض لان البيض بيبرد بسرعه قوي 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 يا جماعه، فاهميني؟ لان الجو بقى ساقع في القاهره وكده وفي مصر. المهم يعني، فقلت البيضه دي اخر حاجه، ما بتاخدش دقيقه اصلا. ما بتاخدش دقيقه وبتكون طبعا مستويه. فقلت اما اعمل معاكم البيضه زي ما انتوا شايفين كده، وتبقى ده آخر حاجة. على ما الشاي ما يبرد أكون أنا عشان أكسب وقت بس، أكون أنا فطرت، أقوم شاربة الشاي وأقوم أشوف بقى شغل بيتي. وأفضي حاجتي، ويعني فاهميني، أشوف الدنيا بقى فيها زي ما انتوا شايفين كده. ده كان الفطار. يلا يا جماعة حطوا اللايك، لو وصلتوا لحد الفطار حطوا لي اللايك. والله العظيم الفيديو ده يبقى حلو جدا جدا جدا، وفيه طاقة وفيه حماس. مش عايزة أقول لكم قد إيه. طبعا اللي هيشوف مش طبعا يا جماعة والله أنا مش بإيدي، بس كل ما بيلاقيني في حتة بيجي، فاهمني؟ كل ما بيلاقيني في أي حتة ييجي. زي ما أنتم شايفين كده مطلّع عيني ومعذّبني. ماما على فكرة مزعّقة لي بسبب القطط دي، وقايلة لي: يا شيرين ما تقعّديش القطط معاكِ في المطبخ. بس أنا مش باقعّدها، بتصدّق الباب يتفتح تقوم داخلة جري. طَب أنا يعني أنا هاعمل إيه؟ وعلى فكرة عايزة أقول لكم على حاجة يا جماعة بمناسبة القطط، يمكن أنا قُلتها لماما. في أسبوع كان مش مشي من البيت. كان مشي يا جماعة. والله هو جه تاني وإحنا لقيناه وطلّعناه. المهم كان مشي. والله العظيم أنا كنت نفسي كنت حاسة إن في حاجة أنا مفتقداها في البيت، وزي ما يكون عيل من عيالي كده تايه مني. وكنت حاسة برضه إن ربنا مش فاككها وموسعة قوي ومش مكمبرة. ففعلا يا جماعة والله لما بتأكلي الحيوان وتعملي الصدقة يعني ليها الطعام مع الحيوان، ربنا بيفتحها عليك وبيوسعها عليك وبيقول لك ارزقك من حيث من حيث لا تحتسب. فبجد والله العظيم كل ما بتأكليهم كل ما ربنا بيوسع عليك وبيفتح لك رزق وبيفتح لك أبواب رزق كتير. لأن الحيوان ما بيتكلمش يا جماعة. الحيوان ما بيتكلمش. فمعنى ان هو ما يتكلمش وما يشتكيش ليكي وانت تاكليه، فاعرفي والله بجد ان ربنا هو باعت لك يعني حد تعملي معاه صدقه، وانت اصلا ما انتش حاسه ان هي صدقه، بس هي صدقه والله العظيم. ربنا باعت لك حد يدخلك الجنه ان شاء الله باذن الله. ربنا تقبل مننا. على فكره لما بروح السوق واجي اول حاجه اعملها ان اعلق لهم على الاكل ببقى جايبه لهم بقى رجول ودماغه واقص بقى الجناحه كده بتاع تاخد منها الطرف ده، واقوم كل ده مولعه عليه على النار عشان الحق احط لهم اكل بسرعه. شيرين حط ني؟ لا انا ما بحبش احط لهم ني على فكره. ما بحبش احط لهم اي اكل ني. يعني باقوم جاية مسوية لهم واقوم جاية عملت بقى العجينة دي ازاي يا شيري. بصوا يا جماعة، ربع كيلو لبن، عليه كوبايتين زبادي. ربع كيلو لبن كان عندي والله، عليهم كوبايتين زبادي، عليهم معلقتين سمنة كبار، نص كوباية زيت. معلقتين سمنة كبار، نص كوباية زيت. كل ده على يا شيري؟ على كيلو دقيق. حطيت رشة سكر ورشة ملح على اللبن بالزبادي كده. كنت مدفياهم سنة يعني زي دمعة العين كده. وقمت نازلة عليهم بحبة خميرة ما يجوش. بصوا يعني اقل من تمن معلقه خميره، تمن معلقه صغيره خميره. ليه يا شير؟ لان الرقاق اصلا ما بيتعملش بخميره. الرقاق اصلا ما يتعملش بخميره، بس انا حطيت له خميره عشان احس ان هو من جوه مفتح كده وخفيف كده وجميل. فاهميني؟ طيب انا هنا بقى كان
ابو احمد بيكلمني، وكنت طلعت ايه اشيل الاضاءه دي. احنا كنا بالليل على فكره العشاء يا جماعه، كنا بالليل كنا العشاء. طبعا على ما روقت وغسلت المواعين ورتبت حاجه السوق وفطرنا وشربنا الشاي وغسلت مواعين وعجنت والكلام ده كله، طبعا كان مضيع وقت برضو معايا، فاهميني؟ فطبعا انا هوريكم اهوت، وانا طبعا بخبز. ده انتوا لسه هتشوفوا كمان المكنه، لسه هتشوفوا ال- المكنه بقى وانا بخبز بيه دي بقى، وانا ايه قاعده بقى بعمله كده باللي هي اسمها ايه اللي بتفرد العيش دي، الفرادة بتاعة العيش اللي هي بتفرد العيش ديت. وبعدين بقى ايه هتلاقوني بقى عمالة دلوقتي بريحه على ايدي كده، زي ما انا متعلمة عندنا بالظبط، زي ما انا متعلمة. على فكرة أنا كنت بتكلم بس انا حسيت ان الكلام مش واضح قوي قدام التليفون، فاضطريت ان انا بعد كده يعني ان انا ايه اسجل صوت. طبعا بنتي عماله تقول يا ماما هتتقطع منك، قلت لها عادي حتى لو اتقطعت الصوت يا نور، حتى لو اتقطعت مش مشكله، حتى لو اتقطعت مش هيحصل اي حاجه. المهم ان انت تحسي كده ان فاهميني ان الرقاقه ايه زي ما انتم شايفين دي ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده رقيقه كده وجميله كده. كل ما كانت ال الرقاقه معاكي رقيقه كل ما كان طعمها حلو، فاهمني؟ في ناس ولما تطلعيه لازم تغطيه في ساعتها، لانه معمول بسمنه وبزيت فبينشف، لازم تغطيه في ساعتها. ويستحسن ان اي مخبوزات ليكي تاكليها ان انت تكوني عاملاها بدقيق الغله مش دقيق الفينو، دقيق الغله مش دقيق الفينو، لان دقيق الغله فيه شده كده عرق كده بيشد معاكي كده، اما بتيجي تريحي الرقاق ده بيبقى بيشد معاكي كده، بيبقى فيه سنة كده يعني تخلّيكِ تشدّيه. وبيبقى إيه، كمان لمّا بتيجي تاكليه كده بيتقطّع في بُقِّك بكل سهولة. يا رب النهارده بس الفيديو يكون وصلتوا معايا لحد دلوقتي يكون عجبكم. ده بقى زي ما أنا باوريكم كده، دي كانت آخر واحدة أنا هاعملها باللي هي إيه، اللي هي المدوّرة، وأنا باوريكم أهو زي ما أنتم شايفين. على فكرة نور اللي كانت بتصوّرني، نور اللي كانت بُصّوا يا جماعة باوريكم أهو بسم الله ما شاء الله، طالع عسل. طبعًا على قد نور يا جماعة، على قد تصوير نور. على قد تصوير نور، يعني يكفي بس ان هي جابت لي الفرن كده وعرفت تعمل كده، يعني شكرا يا نور. جزاها الله كل خير، يعني بصراحة والله كانت مونساني على السطح، وكانت قاعدة بقى بتبطط معايا كده، وكانت فرحانة بالمكنة. وعلى فكرة المكنة في عمايل الرقاق ده اقسمت بالله يمكن احلى من الايد كمان، احلى ما تقعدي ترحبي بايديكي كده وتعملي بايديكي. على فكرة بياخد وقت، اللي بايديكي ده بياخد وقت، لكن اللي بالمكنة ده لو معاكي صينية عيش كبيرة قوي هتخلص في ثانية، هتخلصيها في ثانية بالمكنة. عندك يا شيري المكنة دي من امتى؟ انا كنت متجوزة اصلا بمكنة يا جماعة، ايه استخدمتها مرة او اتنين فلقيتها صدت وقفشت. يعني عارفين لما بيبقى عندكم حاجة بتقفش كده، زي ما انتوا شايفين كده، وهي يا جماعة طلع عسل والله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المهم قفشت، فانا طبعا انا ما بحبش حاجة تنقص يا جماعة من عندي، والله العظيم ما بحب اي حاجة. عارفين لو كوباية اتكسرت اروح اجيب غيرها، تلاقيني رايحة اجيب غيرها، فنجان اتكسر تلاقي عندي غيره. الحمد لله الحمد لله، يعني باحب أحافظ على حاجتي. طبعًا زي ما أنتم شايفين كده، اوعوا تنسوا اللايك طبعًا، لإن الفيديو ده كان حلو أوي، 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 والله يعني بجد كُلّه طاقة إيجابية. وبعدين أول مرّة يعني إيه تلاقوني باخبز قدّامكم كده. فعايزة تشجيع منكم كتير أوي، وعايزة أحس بجد إن أنتم عيلتي اللي في ضهري، اللي دايمًا هتكون سانداني في الأيام اللي جاية إن شاء الله. يا جماعة مش عايزة أندم إن أنا سِبت النقد أو هاسيب النقد، مش عايزة أندم والله، عايزة وقفتكم معايا وعايزة دعمكم ليّا، وعايزة كلّكم، كلّكم كده يعني تقفوا جنبي. ربنا يخليكم ليّا يا رب ولا أتحرم منكم. آسفة كان التليفون بيرن. ربنا يخليكم ليّا يا رب. آمم، يعني بجد والله أنا من غيركم ولا أي حاجة، ولا أي حاجة. ربنا يخليكم ليّا، وإن شاء الله الفيديو النهارده يكون عجبكم، واللي جاي إن شاء الله يكون أفضل وأفضل. أي حد ليه طلب فيديو عايزني أعمله اكتبي لي في comment وأنا عينيا ليكِ. أي حاجة من المعجنات نفسكم إن أنا أعملها عادي يا جماعة، أنا مش هاعملها مش هارميها، ما أنا هاكلها برضه. يعني أنا هاعملها وهاكلها برضه، يعني مش هتخسروني حاجة. كده الشتا ما شاء الله يعني بيحب الأكل، بياكل مرتين 3 في اليوم، بياكل 5 مرات في الشتا ده. فطبعًا أي حاجة مش هتترمي إن شاء الله. طبعًا اللي طلبت مني الكيكة والله العظيم أنتم شايفيني جبت حاجات أهو، بإذن الله يمكن بكرة بإذن الله أعمل معاكم صينية كيكة حلوة كده إن شاء الله، وادعوا لي. عارفين لو شجعتوني بس كده وحسستوني بس إن عندي مشاهدات، حسستوني إن أنا عندي مشاهدات، والله، والله، والله ما هابطّل تنزيل فيديوهات وحاجات حلوة من دي. طبعًا أنا لسه ما كمّلتلكمش تنضيف السطح الجزء التاني،
تنضيف السطح الجزء التاني. بُصّوا، أنا هاخلّي السطح كده بيشِف ويرِف من النضافة، إزاي مش عارفة، هو كده، هاخلّيه زي الفل إن شاء الله. هنا يا جماعة أنا كنت خلّصت زي أول مقطع نزّلته لكم، عارفين نزّلت لكم أول مقطع ليه؟ عشان ما حدّش يطلع من الفيديو، عشان ما حدّش يقول ده ضحكت علينا، ده قالت خبيز عيش وضحكت علينا، الناس اللي كانت معايا في الlive. لا والله العظيم أنا خابزة عيش وعاجناه معاكم وكل حاجة، هو اسمه رقاق، يعني في كفر الشيخ بيسموه رقاق. دي طبعًا المكنة دي كنز في بيتِك، المكنة دي كنز في بيتِك. ده المدوّر وده اللي هو الطويل